في أرض فلسطين حيث مضارب خيام إبراهيم عليه السلام كان كرم الضيافة سمة بارزة في حياته. كان إبراهيم عليه السلام معروفا بسخائه وحسن ضيافته، وكان بيته مفتوحا للجميع سواء كانوا أصدقاء أم غرباء. في أحد الأيام وبينما كان إبراهيم عليه السلام جالسا في خيمته، رأى من بعيد 3 رجال يقتربون نحوه. بدت عليهم علامات التعب والإرهاق من طول السفر. لم يتردد إبراهيم عليه السلام لحظة واحدة، بل قام على الفور لاستقبالهم بابتسامة وسعة على وجهه. أسرع إليهم مرحبا بهم ترحيبا حارا، ووجه إليهم كلمات دافئ من الترحيب والود. دعا ضيوفه إلى الجلوس في خيمته، وأمر زوجته سارة بإعداد مأدبة غنية لهم. سارة التي كانت تشترك مع زوجه في كرم الضيافة لم تتردد لحظة، وحرعت لإعداد الطعام. أحضرت أجود ما لديها من طعام وشراب، وقدمت لهم أشهى المأكولات. أثناء تناول الضيوف الطعام، لاحظ إبراهيم عليهم السلام أنهم يتحدثون بلغة غريبة، وأنهم ليسوا من أهل هذه البلاد. لكن ذلك لم ينقص من كرمه، بل زاد من إصراره على إكرامهم. بعد أن أنهى الضيوف طعامهم، سألهم إبراهيم عن قصدهم وسبب قدومهم إلى هنا، فأخبروه أنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى، وأنهم جاءوا ليخبروه ببشائر عظيمة. أخبروه الملائكة أن الله تعالى سيمنحه ولدا صالحا، وسيجعل ذريته أمة عظيمة. ففرح إبراهيم عليه السلام فرحا عظيما، وسجد لله شكرا على هذه النعمة الكبيرة. ثم ودع الملائكة إبراهيم عليه السلام وغادروا المكان. بقي إبراهيم عليه السلام يفكر فيما حدث، ويحمد الله تعالى على كرمه وعلى ما منحه من نعمة عظيمة. ووصل إبراهيم عليه السلام حياته متمسكا بكرم الضيافة ومحافظا على عاداته الحميدة. ظلت قصة كرم إبراهيم عليه السلام تروى جيلا بعد جيل، تلهم الناس على كرم الضيافة وعلى حسن معاملة الغرباء والضيوف. فهي قصص تجسد قيمة إنسانية سامية، تبرز أهمية الإحسان إلى الآخرين والتعامل معهم بالمعروف والرحمة. وحتى يومنا هذا يعتبر كرم الضيافة من أهم سمات المجتمعات العربية، وهو من العادات والتقاليد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ومن أهم القيم التي يتورثونها من جيل إلى جيل.